شيخ نديم، بعد مرور 19 سنة على اغتيال الرئيس رفيق الحريري والأزمات يلي عم تشهدها البلاد، شو بتوجه اليوم كلمة بهيدي الذكرى؟ أولا جينا نوقف اليوم كحزب كتائب على ضريح الرئيس الشهيد مثل كل سنة، تنأكد على وحدة الصف ووحدة المصير اللبناني. مثل ما ب 14 شباط 2005 جينا وقفنا على الضريح وقلنا له للرئيس رفيق الحريري انه من 14 ايلول 82 الى 14 شباط 2005 المسيره وحده من اجل لبنان. اولا وحد اللبنانيين بالدم، وحدنا اللبنانيين بالدم، واليوم جايين نأكد انه مستمرين على وحده اللبنانيين من اجل وحده هيدا البلد وقوه هيدا البلد وبناء دوله قويه. اليوم واضح انه هالاغتيال وهالاستشهاد يلي تم ب 14 شباط 2005 كان نتيجة الاحتلال السوري اللي كان موجود بوقتها، يلي كنا اوقات كانوا البعض يعتبروه مؤقت ضروري وحاجة للبنان. تبين بال 14 اذار انه هيدا الشيء كان كله كذب، واليوم نفس الشيء في احتلال اخر ايراني على هيدا البلد، في احتلال عم بيسبب باغتيالات وبدمار وبخراب هيدا البلد. بدنا نخلص من كل الاحتلالات، بدنا نخلص من كل الدمار لنقدر نوحد لبنان فعليا، لنقدر نوقف الى جانب بعضنا كلنا مع بعض ونبني بلد بليق بكل اللبنانيين. هيدي هي الرسالة اليوم من 14 ايلول 82 ل 14 شباط 2005 ولليوم رح نضل نكررها من اجل وحدة لبنان، من اجل سيادة هيدا البلد ومن اجل